السلام عليكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شنو كيقصد أوزين ملي قال السلطة الحكومة على البرلمان خطر؟ تبعوا معايا الفيديو باش تسمعوا بودنيكم شنو قال السيد وزين. اليوم اللي كنوقفوا عليه العلاقه ديال البرلمان بالحكومه. اليوم عندنا بحال شبه يعني الهرم ولا شبه مقلوب. بمعنى ان اليوم فاش كنتحدثوا على البرلمان كنتحدثوا على السلطه التشريعيه. اليوم كنتحدثوا على بركه مؤسسه، واحيانا كتحول الى كتوصف بغرفه ديال التسجيل. الخلفيه ديالها شنو هي؟ هي اننا كنشوفوا ان الحكومه ولات اكثر سلطه من البرلمان، وهذا خطير على الديمقراطيه. وزين اخوتي يتكلم على السلطة الحكومة اللي على راسها، كيقصد العلاقة اللي كتخدم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في نظام الحكم. على الرغم من هذه العبارة ماشي مشهورة بزاف وما كتقالش بزاف، لكن ممكن تشير العديد من النواحي ديال العمل الحكومي والتفاعل ديال السلطات بعضياتهم. كيفاش السلطات الحكومة على راسها؟ يعني غتعتمد على نظام سياسي دستوري للبلاد. في الديمقراطيات التمثيلية كاين فصل واضح بين السلطات والحكومة، هي اللي غادي تكون مسؤولة على تنفيذ السياسات وإدارة الشؤون العامة، والسلطة التشريعية هي اللي كتكون ممثلة في البرلمان وكتكون مسؤولة على صياغة القوانين واتخاذ القرارات التشريعية. في هذه الحالة سلطة الحكومة على رأسها كتكون ضمن السلطة التنفيذية. بالعربية السي الوزير ممكن يكون فيها التفاعل والتداخل بين السلطات في بعض الأحيان. على سبيل المثال لازم الحكومة دير مشاريع القوانين للبرلمان باش يناقشوه ويصوتوا عليها. في البرلمان يمكن ليه يكون دور في توجيه جدول أعمال الحكومة والتأثير على السياسة ديالها. من ناحية أخرى الحكومة تقدر تأثر في البرلمان عن طريق تقديم مشاريع والقوانين اللي كينعكس الأجندة ديال السياسات الحكومة. من ناحية أخرى اللي كيأثر في سلطات الحكومة على راسها كيكون في الفصل القضائي. في بعض الأنظمة القضائية القضاء كيكون عنده الصلاحية يتدخل في قرارات الحكومة ويفحص الدستور ديالها والقانون ديالها. في هذه الصورة القضاء يمكن ليه يلعب دور مهم في توازن السلطات وتأكد من أن الحكومة كتطبق القوانين والأطر الدستورية. وكاين عاوتاني العديد ديال المؤسسات والهيئات اللي كتأثر في سلطات الحكومة على راسها. على سبيل المثال وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يمكن ليه يلعبوا دور في تتبع أداء الحكومة والمراقبة السلطة